السلام عليكم وان شاء الله تكونوا بخير. كي كنا صغار كانوا يسقسونا كي تكبر واش راك باغي تكون، واحد يقول استاذ، واحد يقول طبيب، واحده تقول ممرضه، واحده تقول معلمه. لكن ما كانوش يسقسونا اسكو كي تكبر ستصبح ابا ناجحا، ابا مسؤولا، ابا صالحا. هل ستصبحين اما صالحه؟ هل ستصبحين اما تنتج وتربي الاجيال؟ قررناش هالشي. وسقوط الدول، ودير خطين تحت سقوط الدول، يكون بتشتت الأسرة. وراكم تشوفوا بعينيكم شرا صار اليوم. إذن أعتقد، ومشي فلسفة ومشي تبهليل ومشي، أعتقد أنه حان الوقت لإدراج مادة تكوين الأسرة في المقررات الدراسية. اختاروا انتم المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة. أنا أقترح أنه تكون من السنة الرابعة أو السنة الخامسة إلى غاية السنة الرابعة متوسط. مادة تكوين الأسرة يتعلموا ولادنا من أجل ماذا نتزوج، علاش نتزوجوا، كيف نتزوج على سنة الله ورسوله، كيف نعيش مع بعضنا على سنة الله ورسوله بما أننا مسلمين. في حالة حدوث المشاكل كيفاش نتعاملوا بيناتنا، إذا كانوا عندنا أولاد كيفاش نتعاملوا، وإذا ما كانوش عندنا أولاد كيفاش نتعاملوا، كيف نطلق إذا قدر الله طلقنا، كيف نطلق على سنة الله ورسوله. ماشي نبقاو متحاربين وهذاك الشيء خلو يولي أثر على الدراري صغار. أعتقد أنه حان الوقت لإدراج هذه المادة، مادة تكوين الأسرة، يتعلموا فيها الدراري الصغار علاش يتزوجوا، كيف يصبح هو أبا صالحا مسؤولا، وكيف تصبح هي أما صالحة مسؤولة، للحفاظ على النواة الرئيسية للمجتمع. إذا راحت النواة الأساسية للمجتمع والرئيسية للمجتمع راحت الدولة. السلام عليكم.